السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رح نستخدم النوتيلا لنورجيكم خلطة كتير حلوة، فتابعوا هذا الفيديو. وهي النوتيلا حنستخدمها لنورجيكم شغلة كتير حلوة، فيكم تستخدموها وتاكلوها او فيكم تقدموها للضيوف. بحاجة ل2 علبة من الاناناس والتفاح والمانجو، بيكون جواتهم الباينابل اللي هو الاناناس، المانجا اللي هو المانجا، والابل اللي هو التفاح، ستاربري اللي هو الفريز. فيكم تحطوا فريز على حسب ما بدكم، فيكم تكتروا فيكم تقللوا. بعدين عندنا الويب كريم اللي هي الكريمه. فخلونا نبدا. معلقه وسخه، قصدي بنجيب معلقه نظيفه مو وسخه، بنجيب معلقه نظيفه وخلونا نبدا. هلا قبل ما نبدا نشتغل بنجيب كوب من الماء ونحطه بالميكروويف لمده دقيقه او دقيقتين وبنبدا. لا انا شخصيا ما بحب كتر بالفريز، فانا حجيب فريزتين فقط. نقطع الابيض اذا كان الفريز عليها بياض ما طيبه، بنقطع البياض، نقطع الابيض، وبنقطع الفريز لقطع صغيره جدا جدا مثل ما شايفين. نقطع الفريز. We cutting the strawberry to small pieces. عم نقطع we cutting the strawberry for small pieces. فعم نقطع الفريز لقطع صغيره. بعد ما قطعنا الفريز قطع صغيره، رح نجيب الوعاء اللي حابين نضيف فيه، اللي حابين ناكل نحن فيه. ماشي، نبحث عن وعاء جاري عملية البحث. طيب هذا هو الوعاء اللي حابين نحن ناكل فيه مثل ما شايفينه. بنحط الفريز بقلبه. حطينا الفريز. بعد ما نحط الفريز بقلبه الوعاء، رح نفتح الستاربري اللي حكينا عنها. بامكانك تفتح 2 منها، بامكانك تفتح وحده. هي بيجي فيها مانجا وستاربري. لا تكب المرقه، هي المرقه كتير طيبه اللي عم تنزل منها، اللي هو الجوس اللي هو عصير. تفتحها هيك، تخلي تنزل العصير. هذا عصير الاناناس عم ينزل فيها معلم مفيد وطيب اكثر، ما تكبه. نحن حطينا هي انا حطيتهم اكثر من دقيقه، الميات حطيتهم اكثر من دقيقتين، فخلونا نرجع لكم. طيب بنجيب اي وعاء صغير اللي هي بنجيب النوتيلا مثل ما شايفين. بعد ما نفتح النوتيلا بنحاول بالمعلقه نستخدم المعلقه، نحاول بالمعلقه ناخذ معلقه من النوتيلا ونحاول نحطها او نفضي المعلقه اللي من النوتيلا بالمعلقه الاخرى، المعلقه the other spoon. نحاول ننزلها اكثر. بعدين رد بنحاول ناخذ من النوتيلا كمان معلقه اخرى مثل ما شايفين. بنحاول نحط المعلقه الاخيره حسب الشوكولاته وكميه الشوكولاته اللي انت حابب، حسب كميه الشوكولاته اللي انتم بدكم تاكلوها بامكانكم تستخدموا عليها. فحرام نكب الشوكولاته اللي بتزيد على المعلقه. فشو حنعمل نحن؟ فينا ناكل فيها اذا نحن حناكل، اذا حنقدمها للضيوف حنجيب المي السخنه ونحط حمام مي، نحط الشوكولاته مثل ما شايفين، نحطها بحمام مي وننتظر عليها لحتى نسيحها وبامكاننا نسيخها بالتحريك والتدويب. فخليكم معي حتى نسيخ الشوكولاته. طيب مثل ما شايفين ما عرفنا كيف نسيخ الشوكولاته. انا ما بعرف كيف يسيخوا الشوكولاته. اذا انتم بتعرفوا تسيخوا الشوكولاته يا ريت تحطوا لنا بالتعليقات وتقولوا لنا كيف يسيخوا الشوكولاته. انا بهذا الفيديو ما عم اعلم كيف تساوي اكله طيبه الصراحه، يعني عم اعلم كيف نستخدم مصطلحات باللغه الاجنبيه. ساخت معي الشوكولاته، اما هيك باكلها بس انتم ما تطعموها للضيوف. بعدين بنجيب الويب كريم، بعدين It's gonna be delicious. هي كان الفيديو لليوم، وكان في خلص الفيديو لليوم اللي هو فيديو الكيتشن اللي هو المطبخ. وما تنسوا الضغط على زر الاشتراك بالقناة إذا أنت جديد عم تتابع هذا الفيديو، وخلونا نوصل لأكبر عدد ممكن
باكبر عدد من اللايكات، تحدي ل 500 لايك، اذا بنحسن نوصل هذا الفيديو ل 500 لايك. انا عارفان في مشكله باليوتيوب، واليوتيوب ما عم يوزع الفيديوهات للاسف للجمهور، فجمهورنا الحبيب اللي انتم هلا عم تشوفوا الفيديو، لحتى مثل ما استفدتوا بهذا الفيديو بامكانكم تفيدوا غيركم، بس تضغطوا على زر لايك وتحاولوا تشاركوا الفيديو بين الاصدقاء اذا ما في اي مانع. اذا بتحسنوا انتم تشاركوا الفيديو بين الاصدقاء ما في اي مانع ان تشاركوا الفيديو بين الاصدقاء. واهم شيء الضغط على زر لايك اللي هو الاشتراك بالقناه، لانه يوتيوب عم يحذف مشتركين. فاذا انت مشترك بالقناه اهم شيء تفعل زر الجرس الموجود اسفل الفيديو بجانب زر الاشتراك اللي هو السبسكرايب. بتمنى تفعل زر الجرس بحيث كل ما يوصلك فيديو الي رح تشوفه ان شاء الله بنفس الوقت اللي انا بعمل ابلود لليوتيوب، اللي هو بيعمل رفع للفيديو. وهذا لليوم كان الفيديو الخاص فينا بالبيت اليوم، لانه كان مطر جدا برا. وان شاء الله رح نكون معكم بفيديو ثاني اللي هو فلوج ان شاء الله بالشارع، ويكون فلوج حلو. ما تنسوا انتم عن شو حابين احكي باللغه الاجنبيه، يا ريت تعطوني تعليقاتكم وتقولوا لي عن شو حابين نحكي بالفيديو القادم اللي هو الفيديو الجاي. وان شاء الله كل مواقع التواصل الاجتماعي الخاصه فيني بتلاقوها بالوصف تحت بالديسكربشن. واذا حابين تتواصلوا معي فيكم تتواصلوا معي على سناب شات، لانه كثير لقيت ناس عم تعلق بالتعليقات وتقول لي how we can contact with you، انه كيف فينا نتواصل معك. ففيكم تتواصلوا معي عن طريق السناب شات. وهيك لليوم بيكون خلص الفيديو. والفيديوهات القديمه اذا انت روحت على حالك او اختي او اخي ما شفتوا الفيديوهات القديمه رح تطلع بنهايه الفيديو، بس تكبس عليها اذا كنت فاتح من هاتف ذكي او اذا كنت فاتح عن طريق الكمبيوتر بس تكبس عليها. واسف على الاطاله، كانت اطاله كثير، نهايه الفيديو كانت طويله كثير، بتمنى منكم تسامحوني. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، دمتم بمحبه وسلام.